قريت في الأدب العالمي عن فلاح صحي في يوم من نومه وما لقاش الفاس بتاعته، إيده ورجليه حرفيا اللي بتساعده في مشغوليات الحياة وبيفلح بيها وبيزرع. فبيقول شكيت في جاري إن هو اللي سرقها، أصل نظراته نظرات واحد سارق الفاس بتاعتي، أسلوب كلام واحد سارق الفاس بتاعتي، حتى حركاته وتصرفاته تصرفات واحد سارق الفاس بتاعتي. وفضلت طول اليوم حزين وطول الليل عمال أفكر إزاي هواجهه وهكلمه، وقلبي عمال يتملي كره من ناحيته. صحيت من النوم لقيت الفاس بتاعتي قدام البيت، اتاري ابني الصغير كان بيلعب بيها وحط عليها كوم قش فما شفتهاش. وبعد كده بقيت ابص لجاري، نظراته مش نظرات واحد سارق الفاس بتاعتي، اسلوب كلامه مش اسلوب واحد سارق الفاس بتاعتي، حتى حركاته وتصرفاته تصرفات واحد عمره ما يسرق ابدا. تقولش تحول لملاك في نظري من الابرياء زي ما بيقولوا. زعلت من نفسي وزعلت على الليله اللي ضيعتها من عمري وانا مشغول بالكره والحقد، وازاي هواجه واحد بريء عمره ما أذاني من أصله. واكتشفت إن العيب كان فيا، وعلشان كده شفت غيري وحش وشكيت فيه. سبحان الله، افتكرت موقف لأحد علماء المسلمين كان من عتاولة العلم زي ما بيقولوا، كان اسمه مكحول. بيقول في يوم من الأيام شفت واحد بيصلي وساجد وبيبكي وهو بيصلي، فقلت في عقل بالي الشخص ده شكله بيمثل بينافق، ما بيبكيش من قلبه. وبيقول بسبب الموقف ده ربنا سبحانه وتعالى حرمني من البكاء من خشيته والخشوع في الصلاة لمدة سنة كاملة. فضروري ولازم تنظف اللي جواك علشان الرؤية توضح. لما بتيجي تتصور بترفع هدومك وبتمسح كاميرا التليفون علشان الصورة ما تطلعش باهتة ومغلوشة، وتطلع حلو وكل اللي معاك حلوين. ما بقولكش تبقى ساذج، ولكن بقولك خليك حسن الظن. الكلمة اللي بتسمعها لو هتتاخد على 99 معنى غلط وليها معنى بس هو اللي صح وممكن تتاخد عليه، خدها على المحمل الصح علشان تستريح وبالك يروق، وعلشان تصفى من ناحية اللي حواليك، فساعتها يطمن لك ويأمن لك في المعاملة. هو ده الصح وهي دي سرة العبادة وأساسها. واعتبر إن المعنى ده تعبير مجازي، قيسه على كل حاجة في حياتك بعد كده. بيقول أحد السلف لو شفت حد الخمرة بتدلدق من دقنه هقول أكيد وقعت عليه، ولو شفت واحد واقف في مكان عالي وبيقول أنا ربكم الأعلى هقول أكيد بيقرأ من القرآن الكريم. فاللي عاوز أقوله لك وأوصله لك يا صديقي إنك اتولدت لوحدك وهتموت لوحدك وهتقابل ربنا سبحانه وتعالى لوحدك وهتتسأل على أعمالك لوحدك، فمالك ومال الناس ونية الناس وأعمال الناس. الإمام ابن القيم بيقول والله إن العبد لا يصعب عليه معرفة نيته في عمله، فكيف يتسلط على نيات الخلق. فخليك واعي وحريص، حرص وما تخونش وملكش دعوة بحد، اللي اشترى واللي باع واللي اتجوز واللي طلق واللي سافر. كون في حالك لاجل انك تستريح، وخليك في همك ومشاكلك علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك وما يشمتش حد فيك. وتأكد تماما ان طالما نيتك خير عمرك ما هتشوف الا الخير. جد الله يرحمه كان دايما يقول نيتك مطيتك، نيتك هي ركوبتك. طالما نيتك خير هتوصل للخير، نيتك شر هتوصل للي انت نويته. واوعى ابدا تخاف من حد، طالما ربنا سبحانه وتعالى قال لك احسن الظن يبقى اكيد هيأمنك من اي شر وهيخلي كل الناس كويسه وحلوه معاك. واخيرا لو فيديوهاتي اوقات بتظهر لك واوقات لا، فانا اسمي احمد ايمن، دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.